إمام عاشور، حسين الشحات، طارق حامد. عنوان أزمة في منتخب مصر ظهرت بعد الفوز الكاسح على منتخب جيبوتي بنتيجة 6-0. بعد الفوز الكاسح على منتخب جيبوتي فوجئنا كلنا ببيان طالع عن مجلس إدارة اتحاد الكورة يعلن إن البرتغالي روي فيتوريا قرر استبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور من قائمة المنتخب اللي المفروض هتسافر ليبيريا علشان تقابل منتخب سيراليون. بيان مجلس إدارة اتحاد الكورة أعلن إن السبب في استبعاد الثلاثي هو عدم الالتزام، وده معظم المحللين والنقاد والمصادر الصحفية فسرته بأن الثلاثي اعترض على عدم مشاركتهم في مباراة جيبوتي. وظهرت صورة لإمام عاشور ومعاه الكابتن أيمن عبد العزيز وهو تقريبا كده بيحاول يحتوي غضب إمام عاشور علشان الموضوع ما يكبرش. بعد استبعاده ظهر رد فعل من إمام عاشور. إمام عاشور لاعب النادي الأهلي نشر رسالة على ستوري انستجرام وكتب فيها وقال: اللهم إنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل دعاء قبولا واستجابة يا أرحم الراحمين. إمام عاشور اكتفى بالدعاء ده علشان يعلق على موضوع استبعاده من قائمة منتخب مصر، فيما معناه انه هو متقبل القرار وشايف ان يلا الحمد لله. اما النادي الاهلي فكان ليه تحرك بعد قرار روي فيتوريا. خالد بيبو مدير الكوره في النادي الاهلي اجرى اتصال هاتفي بالجهاز الفني لمنتخب مصر علشان يعرف اسباب استبعاد الثنائي حسين الشحات وامام عاشور من قائمه المنتخب. الجهاز الفني لمنتخب مصر اخطر خالد بيبو بالفعل ان سبب استبعاد الثنائي هو انهم ما التزموش بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب. والحقيقة رغم ان الصيغة برضه هياها وهي حتة عدم الالتزام، فهو فعلا اغلب الظن ان الثلاثي ده يعني امام عاشور وحسين الشحات ومعاهم طارق حامد اعترضوا على عدم مشاركتهم في مباراة منتخب مصر امام منتخب جيبوتي. هل النادي الاهلي هيتخذ قرار ضد حسين الشحات وامام عاشور؟ اكيد النادي الاهلي كان يقدر يتواصل مع اللاعبين بتوعه ويعرف منهم سبب الاستبعاد، لكن تواصل خالد بيبو مع الجهاز الفني لمنتخب مصر اثار بعض الشكوك او بعض التفسيرات او حتى بعض الاحتمالات بان النادي الاهلي ربما يتخذ قرار عقابي ضد اللاعبين بتوعه.